مرت الأيام وفي محاولة صلح ما بين حليم وفريد مع الإعلامي اللبناني عادل مالك، طلع عبد الحليم حافظ وقال إنه ما يصحش إن هو يتقارن باسم كبير زي الأستاذ فريد، وده لأنه أقل من إن هو يتوضع اسمه بجانب الأستاذ فريد اللي بيعتبر من جيل الأساتذة زي الأستاذ محمد عبد الوهاب، وهو كحليم من جيل التلامذة. وقتها رد عليه فريد الأطرش وقال أنا بقدر عبد الحليم حافظ وكمان بحبه، وتابع فريد كلامه وقال أنا مش مسؤول تماما عن كلام الصحافة، وانا وحليم مسؤولين دلوقتي عن الكلام اللي هنقوله امام الجمهور. اللقاء ده بقى عاتب فريد الاطرش عبد الحليم حافظ وقال له ينفع يا حليم تقول لي ان انا قد والدك؟ ضحك عبد الحليم وقال له خلاص ما تزعلش يا استاذ فريد انت قد جدي. ضحك فريد وضحك حليم وقرروا ان هم يستغلوا الصلح بلقاء يجمعهم، لكن كالعاده اتهرب عبد الحليم حافظ وما حصلش المشروع الفني بينهم. في النهايه ورغم المنافسه الشرسه ما بين عبد الحليم وفريد الا اننا كجمهور مصري وعربي كسبنا